ازيك يا محمود؟ اخبارك؟ عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب. الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه وانت طيب يا غالي؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ طمنا عليك يا عم، مش باين ياض. هنعمل ايه بس ادينا في الدنيا. محدش بيشوفك ليه غير في العيد؟ هعمل ايه؟ طول السنة بذاكر عشان الدراسة وانت عارف اللي فيها، ويا دوبك بس يوم العيد كده الواحد بيطلع يغير جو. الله يساعدك يا غالي. امال الواد حسين مش باين ليه؟ مش عارف ايه الحكاية. طب يلا نتمشى يكشي نعطر فيه ولا حاجة. يلا يا غالي. مش ابو حسين ده؟ اه تصدق. يلا نسأله على حسين. هو مش باين ليه يا ترى؟ يلا نسأله يا صديقي. ازيك يا ازيك يا ابو ابو حسين؟ حسين؟ اخبارك اخبارك عامل عامل ايه؟ ايه؟ كل كل سنة سنة وانت وانت طيب. طيب. الحمد لله يا ولاد. انتوا اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم. كل سنة وانتوا طيبين. احنا كويسين الحمد لله. ايه يعني حسين مبانش النهاردة في العيد؟ حسين تعبان وراقد في البيت، ما يطلعش، الدكتور منعه من الخروج. ياه، كل ده حصل في حسين واحنا منعرفش؟ ليخس عليك يا حسين، مش تعرفنا؟ ليه؟ هو حسين عنده ايه؟ عنده التهابات شديدة في المفاصل. ألف ألف سلامة سلام عليه. عليه. هتعوزوا حاجة يا ولاد؟ عاوزين سلامتك يا عم ومع السلامة. بقول لك ايه، ما تيجي نروح لحسين البيت ونعمل له مفاجأة ونعيد معاه في البيت. اه، فكرة حلوة، حتى هو هيحس بالعيد وهيشعر بيه. يلا بينا. ألف سلامة عليك يا حسين. يا راجل، لما انت تعبان كده مش تعرفنا؟ ألف سلام عليك يا غالي. أصحاب حبايبي، أخباركم ايه؟ احنا تمام. أهم حاجة طمنا عليك انت. أنا تمام الحمد لله. يا راجل خليك مريح، ما انت تعبان. أنا خفيت أول ما شفتكم. احنا حابين بس نعيد عليك ونقول لك كل سنة وانت طيب. لما مشوفناكش النهاردة سألنا عليك، عرفنا انك تعبان، حبينا نيجي نعيد معاك كده ونخليك تفرح بالعيد. يا رب يخليكم يا أصحابي. بقول لك ايه، ما عندكش اي حاجة كده نشغلها كده نحس بجو العيد ونفرح بالعيد مع بعض؟ اللابتوب موجود على الكومودينو جنبك، شغل اللي انت عاوزه يا صاحبي. شغل لكم انا. ليلة العيد أنستينا بصراحة وجديتنا. انتم جيتكم عندي ديات النهاردة تساووا كتير، كفاية انكم فرحتوني وحسستوني بالعيد اللي انا اتحرمت منه بسبب تعبي. ما تقولش كده يا صاحبي، احنا اصحاب لازم نفرح مع بعض، وحتى لو واحد فينا كان تعبان لازم نروح له ونحسسه بالعيد ونفرحه بيه. الصديق لازم يبان وقت الشدة. بشكركم يا أصدقاء على وقفتكم جنبي، دي حاجة أنا مقدرش أنساها ولا أقدر أقدرها حتى بتمن.